السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنا في مدينة وزان، مدينة دار الضمانة، مدينة الأولياء ومدينة التصوف ومدينة الصناعة التقليدية. وفي وزان كنفتخروا وكنعتزوا بالصديق ديالنا المديح والشاب محمد الزعار اللي كيبذل واحد المجهود كبير بالإحياء ديال الصناعة التقليدية، وكيبذل واحد المجهود كبير وكبير بزاف في زمن العولمه وفي الزمن اللي فيه بزاف ديال الاكراهات. حنا غادي نديروا واحد الكلمه مختصره مع الصديق ديالنا والاخ محمد الزعار باش يعطينا يعرفنا بالمنتوجات ديالو. بالمناسبه هو كيفتح هذا المتحف هنايا في مدينه وزان في حي الجمعه اللي غادي تشوفوا معنا في الفيديو، فيه المنتوجات وزانيه اصيله واصليه بالصناعه ديال الاخ ديالنا السي محمد الزعار. اذا هو غادي نخلي معنا السي محمد يقول واحد الكلمه. السي محمد صباح الخير. صباح الخير سي عبد الفتاح، شكرا جزيلا على هذه الكلمه الطيبه، وكنشكرك سي عبد الفتاح كابن مدينه وزان كصديق وكغيور على هذه المدينه. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. حاول السي محمد تقول لنا شنو كتعمل انت اصلا بالنسبه للصناعه التقليديه في فن الخراطه. كنصايب انا بالنسبه للتسابيح هذه السبحه الوزانيه بجميع الانواع ديال العود. وباش يعرفوا السي محمد المشاهدين شنو الانواع ديال العود. كاين العود، هذا عود الزيتون، اييه، هذا عود العنب، بطبيعه الحال بجميع اشكال ديال الخدمه اللي كيبغيها الكليان. هذا عود الصليب، عود الصليب. الصليب. بالنسبه عاوتاني هذه ناعوره من كيصايبها الفنان بطبيعه الحال داخله في فن الخراطه. وهذه الغيطه الوزانيه. وطبيعه الحال كاين طريمبو وكاين بزاف ديال هذا، وهي فيها بزاف الصناعه التقليديين. غير انا بالنسبه لي كنسمح من الزعار اتجهت في صناعه السبحه. وكاينه معلمين، كنقولوا هذا معلم سلام كيصايب ناعوره، كنبغيو ربي يخلي له الصحيحه ديالو. تحيه للصديق ديالنا السي سلام. كنصايبها انا بطبيعه الحال، ولكن ما يمكنلكش كما قلت، ما يمكنلكش تصايب كل شيء بطبيعه الحال. هذا معلم سلام حتى هو مسكين راه كيقاوم حتى هو في صناعه الناعوره. وصناعه الناعوره راه عندها علاقه بالجلابه الوزانيه تماما. راه الا ما كانتش الناعوره ما غاتكونش. بصح انا بالنسبه لمدينه وزان هذا كيكمل هذا. وهذه غيطه. وكاين عاوتاني انا حاولت ندير المهن اللي عندنا تقريبا في الاقليم، مع كامل الاسف شحال مهنه بدات كتندثر. مثلا اسم محمد ونقولوا مصطفى التهامي. حنا كان في مدينه وزان كان مصطفى التهامي كان مبدع وفنان، ومع الاسف مشى لمدينه اخرى. كاين الرابوز حتى هو اندثر. كاينه الديباغه حتى هي راه غاديه في الاندثار. شحال مهنه بطبيعه الحال. دابا حنا السي محمد انت كنعرفوك تبارك الله، اول حاجه خلوق وباشوش. شكرا. ودابا انت عندك التخصص التابح. نعم خالتي. هذا التابح هذا انا كنسمع عليه بزاف ديال عود الصليب. نعم. بغيناك تقرب للمشاهدين تعرفنا بهذا التابح هذا، بهذا النوع هذا عود الصليب. هذا الاصل ديالو هو هذا عود الصليب. يا ريت دير جوجل او دير يوتيوب، دير مزايا عود الصليب باش تعرف العود الصليب منين جاي ومنين كيصلح. وبطبيعه الحال كيصلح للذكر. تبارك الله عليك السي محمد. هذا الجناح جناح اللي مع واحد الذكرى. هذا تقريبا عنده اكثر من 90 سنه ما شاء الله. سميتو عليه اكثر من 90 سنه. هذا جناح وزاني. هذا كانوا كيلبسوه العيادات في وزان، مدينه وزان. تحيه للمراه الوزانيه والمراه المغربيه. هذه حسكه حتى هي حسكه فن الخراطه في طبيعه الحال داخله في فن الخراطه. حتى كما قلت لك ما يمكنلكش تصايب كل شيء، وغتصايب الحاجه اللي غادي يمكن لها اللي غيطلبها لك الزبون. الحاجه اللي غادي تخرج اما هذوك باش كتبين مثلا في الخراطه راه فيه بزاف ديال المنتوجات. بصح حنا كنشوفوا عاوتاني المكانه ديال النموذج ديال المكانه سوفونير. اي واحد راه بطبيعه الحال راه غادي يجي
غادي ياخذ سوفونير من مدينه اذا وزان. اللي بغى اللي جا راه ملي غادي ياخذ سوفونير غادي يشوف وزان، واللي شاف وزان بطبيعه الحال غادي يجي يكتشف. حنا هذه الفكره، الا جا واخا ياخذ غير قرعه من مدينه وزان، هذاك هو الارباح ديالنا. اذا هذا شكرا اخي السي محمد. انا غادي نوريكم دابا التفاصيل. ها هي كيف ما قلنا السي محمد اختصاصي في التسابيح وفي السبحه الوزانيه. كيف ما قال لكم هذا عود الصليب له من الاسرار ومن هذا القرشال. ها هو هذا كيسحب الصوف ياك اسمح. دابا هذيك القرشال بالنسبه للوزان كان قديم، وباقي دابا الحمد لله باقي هذا كيقرشلوا به الصوف. يصيبوا الصوف به. هذه راه بالنسبه لهذه اللوحه راه رسمها فنان من مدينه وزان، حتى هو غيور على المدينه، اسم فؤاد السباعي. تحية عليه. انا فاش عجبني في هذه اللوحات ديالو انه كيرسم من الخيال ديالو، من كيفاش كان القوس هذا، يعني تبارك الله عليه. تبارك الله بزاف اللوحات. تحيه لاي واحد فنان وزاني غايور. هذه الفكره اخي حتى حنا اي واحد كيصايب شي منتوج ولا هذا الانسان كيتعاون على قدر المستطاع. هذه راه صنع تقريبا محلي. هذه ميدونه قفه بلديه زربيه ديال الصلا. هذه كاين واحد معلم في اجن في المنطقه ديالنا. اذا اللي بغى يجي لوزان ضروري يدوز عند السي محمد الزعار في حي الجموعه. او انا غادي نقول لكم النمره ديالو 06 34 45 94 12. اللي بغى شي تسابح او بغى شي اي منتوج من هذه المنتوجات هذه اللي شفتوا معنا في الفيديو يتصل بالسي محمد. واللي بغى شي تسابيح على النخوه يعيط له قبل بواحد الاسبوع او بالاسبوعين باش كنوجدوا باش حتى التسابيح كياخذ شويه ديال الوقت. وبالنسبه للمواصفات اللي باغيها هو راه غادي نصيب. عطينا السي محمد. كنسمع عن التسابيح فيه المياه ولا بحال هكا ياك؟ كاينه بطبيعه الحساب طرق. الطريقه اللي كاينه الطريقه التيجانيه كاينه 37 23 20 18 12. كاينه بوتشيشيه 45 10. كاين عاوتاني الحساب اللي معروف عليه هي 33 34. كاينه بزاف ديال وكاينه كيطلب لك التسابيح ديال 1000 على حساب الاوراد اللي غادي يخرج وعلى حساب الطريقه اللي تبارك الله عليك. السلام عليكم. ها كتشوفوا محل زوين بزاف غايه في الروعه. انا قلت لكم في حي الجموعه في البدايه ديال حي الجموعه ملي تكونوا طالعين على يدك قبلت السي محمد الطاهري اللي بالمناسبه هو سفير جلابه الوزانيه عبر العالم. وتحيه لكل الصناع التقليديين في مدينه وزان، وتحيه خاصه للمراه حتى هي الصناعه التقليديه اللي ولا بد عندها واحد اليد كبير في المنتوجات المحليه كالجلابه الوزانيه. اذا ما كانتش المراه هي اللي كتقاد الصوف وكتقاد الامور بزاف. اذا تحيه للمراه وللرجل وكل ما يساهم في هذا الشيء هذا ديال المدينه ديالنا وديال البلاد ديالنا كاملين. والله يحفظ البلاد ديالنا ويحفظ المغرب ويحفظ مالكنا ويحفظ الجميع. امين اللهم امين. ها هي الناعوره، ها هو القرشال. اذا شكرا لكم جميعا. شكرا للصديق ديالنا السي محمد الزعار ومرحبا بكم في مدينه وزان. ها هي مدينه وزان. ها هي المكانه. ها هي صومعه الزاويه. باب الجمعه. ها هي الدخله ديال باب الجمعه. ها هو التسابيح. ها هو الزيتون. جبل بوهلال وزان. مرحبا بكم كاملين والف مرحبا. واللي جا لوزان وتصادف يوم الجمعه هنايا يمشي لدار حسين بن حماد ما بين العصر والمغرب
تما كتكون عارفين واحد الجلسه الناس اللي مولوعين عندهم بغاو يداويو الروح ديالهم، كتكون الجلسات ديال المديح والسماع اللي كتقوم بها جمعيه الصفا لمحت المصطفى برئاسه الاستاذ ديالنا السي احمد الحراق عبر ازمنه، وراه تقريبا دابا شي الجيل الخامس تقريبا، ما واحد 70 عام او اكثر. والله يرحم اللي ماتوا ويجعل الخير والصحه للباقي ان شاء الله. وشكرا لكم، ومع السلامه في فيديو قريب ان شاء الله.